السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. عودة الدوري الامتع في العالم. انا راجل مشجع دوري اسباني، ولكن الدوري الانجليزي محدش يختلف عليه وعلى قوته وعلى متعته وعلى حرق الاعصاب اللي فيه. ولو انت ليك فريق معين فتاكد ان انت كده كده مش كل جولة هتكون مبسوط فيها. فرقة من القاع عادي تغلبك، فرقة المركز الاول في الدوري تكسبها، فرقة وسط جدول تكسبك 7 أو 6. الدوري الانجليزي طول عمره حاله غريبه، حاله مختلفه، مش زي باقي دوريات العالم. باقي دوريات العالم لها معادله، والمعادله تقريبا معروفه. كل دوري في العالم ليه معادله. مثلا تروح اسبانيا تلاقي برشلونه، ريال مدريد، اتلتيكو، شويه اشبيليه يظهر يختفي، شويه فالنسيا يظهر يختفي، شويه اتلتيك بالباو يظهر يختفي، وهكذا ريال سوسيداد كالعاده. لكن الدوري الانجليزي معادلته مختلفه. نفس القصه في الدوري الالماني، بايرن ميونخ، بروسيا دورتموند، وبقينا حوالي 12 سنه ما شفناش غير الاثنين دول على راس الدوري. يعني مفيش غير مره واحده باير ليفركوزن، وبتبقى حاجه كده انت عارف اللي هو حلويات كده، حاجه كده خطف كده. الدوري الايطالي برضو قصته مختلفه. الدوري الايطالي ليه عشاق ومحبين. يعني الدوري الايطالي فيه، بس الفكره ان انت مثلا كواحد بتحب الكوره مثلا مش هتحب الدوري الايطالي. ليه؟ مش هتتفرج على متعه. بيقتلوا متعه الكوره. هو اهم حاجه عنده الثلاثه بونت. انا طبعا مش بقلل من الدوري الايطالي وقيمته، لا، في ناس كتير جدا بتحب الدوري الايطالي، ولكن انا مش نوعيتي. انا احب الدوري الاسباني، احب الكره الحلوه. وفي نفس الوقت الدوري الانجليزي ليه رونقه وليه طابع خاص عند الواحد كده. انا بحب الدوري الانجليزي جدا، ولكن طبعا الدوري الاسباني اهم. انا النهارده جاي اكلمك عن الدوري الانجليزي، وبصراحه منتظر موسم فوق الخيال، لان كل الفرق حرفيا فكت الكيس. يعني كنا بنشوف الفترة الأخيرة كان في فرق بتدعم وفرق نايمة في الخط. لا، الموسم ده حتى ساندرلاند اللي لسه طالع جايب تشاكا من باير ليفركوزن، جايب شوية صفقات محترمين. أرسنال جايب جيوكوريس. السيتي طبعا عنده مرموش من السنة اللي فاتت، ولكن جاب ريان شيركي وجاب براندرز، فجايب صفقات محترمة. مانشستر يونايتد جايب كونيا ومبيمو بتوع برنتفورد وبتاع وولفرهامبتون. ليفربول جايب ويرتز وجايب فريمبونجو وجايب اتيكيتي. فكل الفرق حرفيا فكت الكيس. حتى توتنهام جايب صفقات جديده، ومنهم يعني ابرزهم يعتبر محمد قدوس لاعب وست هام السابق. فكل الفرق عامله صفقات. فانا مستني بصراحه موسم ضرب نار. يعني الموسم الجاي ده طبعا كل دور كده خارج تشيلسي ده اللي حرفيا بيصرف ما تفهمش بيجيب فلوس منين. بيصرف ببذخ. طبعا اهم صفقه جات له الموسم ده ستيفا، وطبعا ديلابو وبيدرو وغيرهم وغيره. يعني تشيلسي ما بيبطلش يجيب صفقات. انا مش عارف تشيلسي هيستقر على فرقه امتى. يا جماعه كل موسم بيجيب 20 30 صفقه، عامل زي الزمالك في فتره 2014 ل 2020 كل موسم ب 20 صفقه. ولكن ان شاء الله موسم حلو علينا كلنا.